هاخد النصيحه من اللي معاه تويوتا كرولا ومش هاخدها من اللي معاه فيراري. طبعا انتوا عارفين ان المقوله بتقول لك خد النصيحه من اللي معاه فيراري وما تاخدهاش من اللي معاه تويوتا كرولا. بس انا مش جاي انقل لك كلام كتب وثقافات، انا جاي اصحح لك مفاهيم لاني فكرت فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل عشان نفكر في الكلام اللي اتقال ونفكر في القوانين اللي محطوطه اللي البشر حطوها، وممكن ان احنا نعدل عليها. لو جيت قلت لحضرتك ان صاحب التويوتا كرولا اللي انا هاخد منه النصيحه هو كان على الحديده ووصل من الحديده اللي هي الصفر الى ان اصبح معاه التويوتا كرولا، فده بالنسبه لي شخص ناجح جدا وقدر يوصل ويحقق النجاح، فانا بنسبه كبيره هتعلم منه واسمع منه. تمام؟ لان انا واثق ان الشخص ده ما وصلش للنجاح دوت بالصدفه او بالحظ، هو اكيد اجتهد واتعلم كويس جدا واخد بالاسباب وصبر ووقع وقام لغايه ما وصل للتويوتا كرولا، ولو صبرنا عليه شويه كمان هيجيب الفيراري وهيجيب الاعلى من الفيراري. لكن ممكن يكون اللي معاه الفيراري هو اصلا مولود في عيله غنيه وابوه مليونير، فخد الفلوس بتاعت ابوه وعمل مشروع وبالصدفه البحته المشروع ده نجح، وعمل مشروع تاني وبرضه نجح بشويه علم صغير جدا، فبالتالي وصل ان هو بقى معاه فيراري. الحاجة التانية ان ممكن اللي معاه تويوتا كرولا يقدر يديني النصيحة وعنده الموهبة وعنده القدرة ان هو يشرح المعلومة ويوصلها لحضرتك، اما صاحب الفيراري قد يكون ما عندوش القدرة انه يصحك او يديك النصيحة او يبسط لك المعلومة بالشكل اللي يفيدك. فعايز اقول لكم ما تمشوش ورا الكلام المتوارث من غير ما تفكروا فيه، وكل قاعدة يا جماعة دايما ليها شواذ، مفيش قاعدة في التاريخ معممة، لكن احنا بنقول ان القاعدة دي هي الدرجة او معظم الحاجات كده، لكن هي مش قاعدة معممة 100%. فلو سمحت قبل ما اي حد يقول لك كلام او اي فيديو تسمعه فكر بعقلك وشغل دماغك شوية في الكلام اللي هو بيقوله ده، لان الكلام ده قد يقول للصحة وقد يقول للخطأ. في النهاية حضرتك انا اوقات، ودي حضرتك مش ببالغ فيها، ممكن استفيد من عامل الاوفيس بوي، ممكن استفيد من شخص غلبان في الشارع عامل نظافة او عامل في مصلحة حكومية، اقعد معاه اسمع منه بخبرته في السنين والدنيا، استفيد منه معلومة ينصحني بحاجة هو كان يتمنى ان حد يقولها له وهو صغير ويعملها بس هو ما عملهاش، فجي نصحني النصيحة دي. مش معنى ان هو ما وصلش لاعلى المناصب ان هو غير كفء انه يديني النصيحة او ان انا استفيد منه. فكروا فيها.